السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتكم هاوي عصافير الجنة. معايا هخليك تربي عصافير بجد. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن تجهيز الطيور لموسم انتاج ناجح، وقلنا اسباب كبس البيض واسباب موت الزغاليل. وان شاء الله خلال سلسلة الفيديوهات اللي احنا هنعملها هنبدأ ان احنا نتجنب هذه الاسباب وهذه المشاكل باذن الله. كلها خطوات بسيطة، بس لو اول مرة بتشوفني ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو الفيديو عجبك ولقيت فيه معلومات قيمة ما تبخلش علينا باللايك والشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد بإذن الله. اتكلمنا في الفيديو اللي فات وبدأنا براحة الطيور، وقلنا ان تجهيز الطيور لموسم الانتاج بيبدأ من اول راحة الطيور، وهنمشي بمجموعة خطوات. اولها ان احنا هنبدأ نريح الطيور دي، هنبدأ ان احنا نحصن الطيور. بعد كده هنبدأ نقدم تغذية مكثفة للطير، ولما نقرب على موسم الانتاج هنبدأ ان احنا نحفز الطيور ان شاء الله عشان ندخلهم موسم الانتاج. وهنتكلم في الفيديو النهاردة ان شاء الله عن ازاي ان انا هقدر افصل الطيور بتاعتي. كنت انا عملت استفتاء على القناة، سألت كل المتابعين كل هاوي عنده طيور قد ايه، في اللي عنده زوج، في اللي عنده زوجين 3، في اللي عنده لحد 10 ازواج، في ما شاء الله اللي عنده مزرعة اكبر من 10 ازواج. فهنتكلم مع كل واحد من دول وهنعرفه ازاي هيبدأ ان هو يفصل الطيور ويجهزهم ان شاء الله. وهنتكلم برضو عن تطهير البياضات. خلاص احنا بدأنا ان احنا نريح الطيور، فلازم ان احنا نجهز البياضات ونطهرها. تمام، واحنا هنطهرها بحاجة بسيطة جدا موجودة في كل بيت. يلا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله. هنبدأ من اول الهاوي المبتدئ اللي هو عنده زوج ذكر وانثى. تمام، هنفترض ان ده قفص فيه زوج ذكر وانثى، تمام، ومعاهم زغاليل ما شاء الله. هنبدأ ان احنا نتعامل معاهم ازاي؟ طيب، مبدئيا هنسيب الانثى هي اللي هتكمل تأكيل الفروخ. يعني احنا هنسيب الانثى مع الفروخ هي اللي هتكمل تأكيل. تمام، وهننقل الذكر تمام في قفص جديد. يعني لو انت عندك قفص واحد فيه الزوج المنتج هتجيب قفص كمان او سلاكة دورين زي دي وتبدأ تنقل الذكر في قفص جديد. تمام، والبياضة يا اما هتشيلها خالص يا اما هتبدأ ان انت تحطها في القفص بتاع الذكر مش في القفص بتاع الانثى. يعني انت هتخلي البياضة مع القفص بتاع الذكر. تمام، وهنسيب الانثى لحد ما ما تحضن وتاكل الزغاليل وتفطمهم على خير ان شاء الله. طيب، في معانا هواة لسه مش عارفين الفرق بين الذكر والانثى، وده من اكتر الاسئله اللي انا بتسالها، الفرق بين الذكر والانثى في الطيور خاصه الاسترالي. فهنبدا ان شاء الله نوضح الاول الفرق بين الذكر والانثى سواء الطيور شغاله او سواء الطيور زغاليل. لو الطيور شغالة هتلاقي الأنثى الكير بتاعها درجات الأبيض والبني والبيج. هيبدأ من أول الأبيض، بعد كده ممكن يبقى لون الكير بيج، ممكن يبقى لون الكير بني، على حسب جاهزية الأنثى وعلى حسب الهرمونات عند الأنثى. طيب، هنبدأ نمسك الأنثى كده نوريها لكم. تمام، ثواني يا ست الكل كده، اهدي معانا كده. حاول ان انت ما تهبطش العصفور وانت بتمسكه، متحركش كتير. تمام، لحد ما العصفور يهدى ويثبت وتبدأ ان انت تقرب منه وتمسكه. طيب، الحمد لله مسكنا الانثى. تمام، اهو زي ما انتم شايفين كده،
هنا الكير لونه ابيض اهو واضح. تمام، ده كير الانثى. تمام، الكير المقصود بيه المناخير اللي فوق المنقار. تمام، اللي فيها فتحتين التنفس دول. تمام، زي ما انتم شايفين الكير اهو لونه ابيض، ممكن يبقى لونه بيج او لونه بني. طيب هنجيب بعد كده الذكر. تمام، نشوف لكم برضو انثى لسه زغلوله ولا دول كلهم ذكور. تعالي كده. طيب دي لو على جروبات الفيس، تمام، كل اللي هيشوفها هيقول ذكر. في حاجة بقى الناس ما بتاخدش بالها منها في الزغاليل. الزغلول انا اهم حاجة عندي مش لون الكير، اهم حاجة عندي لون المنطقة اللي حوالين فتحات التنفس زي ما انتم شايفين كده. تمام، طالما لون الفتحة او لون المنطقة اللي حوالين فتحة التنفس ابيض، فان شاء الله دي هتبقى انثى، وبقية الكير دوت هيتحول للون الابيض باذن الله. فدي انثى يا جماعة، دي لان معظم الناس بتحسب ان دي ذكر، لا دي انثى. تمام، طالما حوالين فتحة التنفس ابيض. لو جينا نمسك ذكر مثلا زغلول اهو، شايفين الفرق؟ هنا الكير كله لونه وردي اهو. تمام، او درجة من درجات الازرق. الكير كله مفيش ابيض حوالين فتحة التنفس. تمام، ده كده ذكر صغير. طيب نجيب لكم الذكر الكبير. تمام، ده الذكر اهو، الكير كله درجة ازرق واضحة. تمام، وساعات في بعض الطفرات بيبقى لونه وردي، بس بيبقى الكير برضو كله وردي. ده كده الذكر والانثى، سواء العصافير كبيرة او سواء العصافير زغاليل. ده كده ذكر شغال بالغ. تمام، هو بيقلش اهو، بيقلش يعني يبدأ يطلع ريش جديد. احنا عارفين ان احنا لازم نريح الطيور في فترة القلش. طيب نكمل كده الفيديو. يبقى انا كده لو عندي زوج، تمام، هبدأ افصل الانثى عن الذكر. تمام، واسيب الذكر في عين لوحده، واسيب الانثى تكمل تحضين الزغاليل. طيب لو عندك زوجين هتبدأ تعمل نفس الحكاية، هتلم الذكور في عين وهتسيب الاناث تكمل تحضين الزغاليل. لو عندك مثلا من 3 ازواج لحد 10 ازواج، هتبدأ ان انت تلم الذكور كلها، تلم البياضات كلها، تبدأ ان انت تطهرها. هنطهر البياضات بخل، نص البخاخة خل ونص البخاخة مية. تمام، يعني نص البخاخة كاملة خل ونص البخاخة مية. وهنبدأ ان احنا نرش على البياضة كاملة. يعني البياضات دي شايفين لونها كأنها مغسولة، كأنها جديدة. ليه؟ لان انا رششها كلها مية بخل. تمام، هوريكم برضو البياضات انا بغسلها ازاي، خليكم معايا. دي البياضات اهي لما انا بغسلها. تمام، شايفين البياضة كأنها جديدة نوفي. لازم اطهر بياضاتي. شايفين البياضة من جوه ما شاء الله، بغسلها بسلك. تمام، بياضة اهي من جوه نضيفة جدا. تمام، بغسلها بسلك زي ده كده. دي البخاخة اهي. تمام، انا خلصت يجي 3 بخاخات. احط البخاخة نصها مية والبخاخة نصها التاني خل. تمام، سلكة زي دي كده، تغسل بياضة تدعكها كلها جدا. تمام، وتسيبها في الشمس تنشف. لازم البياضة تنشف كويس جدا، ميبقاش فيها اي مية اي رطوبة. تمام، انا بسيبها تنشف كده. وهي مفتوحة لحد ما اتأكد ان هي، طبعا الشمس بتبقى موجودة هنا بالنهار. تمام، وبرش على كل البياضات من جوه ومن بره مية بخل كده. تمام، اهم حاجة عندي الفتحات دي. اي مسام ممكن يبقى فيها فاش او فيها حشرات، اي مسام من دي لازم ان انا ارش عليها واغرقها ميه بخل. تمام، ده خل ابيض عادي جدا. انا حاطط البخاخه دي نصها خل ونصها ميه. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. طيب بعد ما عرفنا ازاي هنطهر البياضات، تمام، ونسيبها تنشف كويس جدا في الشمس. عاوز تركب البياضة في للذكر مفيش مشكلة. عايز تسيب البياضة
تركنها بقى لحد بداية موسم الانتاج مفيش مشكلة، كويس جدا. تمام. انت طبعا عندك عدد ازواج، خلاص اركن البياضات وسيب الذكور مع بعض في مطار، وسيب الاناث تكمل تحضير الزغاليل وتفطم العش اللي عندك. وبعد كده هنبدأ برضو نشتغل مع الاناث ان شاء الله. طيب، اللي عنده مزرعة اكبر من 10 ازواج لازم ان هو هيضطر يجيب اكتر من مطار، ما تحاولش تعمل تكدس في الطيور في المكان. يعني لازم المكان يبقى مناسب لعدد الطيور، ما ينفعش المطار مثلا متر احط فيه اكتر من 5-6 ازواج، عشان الطيور ما يحصلش بعد كده ضرب، او يحصل بعد كده ان هم يبداوا يشدوا ريش بعض او الكلام ده. كده انا عرفت ازاي ان انا هبدا اريح الطيور معايا، وازاي ان انا هبدا اطهر البياضات. تمام. وعرفنا ازاي هنفرق بين الذكر والانثى للناس اللي هي لسه بادئه معانا مش كانتش عارفه الفرق بين الذكر والانثى. بعد كده ان شاء الله هنبدأ نشتغل معاهم تغذية مكثفة، وهنبدأ ان احنا نحصن الطيور الاول، وده هيبقى موضوعنا ان شاء الله في الحلقة الجاية. في ناس كلمتني عن بعض الاستفسارات هرد عليها على السريع برضو، مش هطول عليكم الفيديو. كان منها استفسار عن المستنبت، خليكم معايا كده هوريكم المستنبت انا شغال ازاي مع المزرعة. رجعنا معاكم. الاستاذة اللي كانت سألت على المستنبت، تمام، ده المستنبت اهو يا جماعة زي ما هو واضح معاكم كده. تمام. دوت غلة وعدس وحلبة ما شاء الله. انا بشتغل مع طيوري. ده مثلا مستنبت جاهز بيبقى فيه قبله منقوع، اللي هو ده كان منقوع. تمام. بتنقع 48 ساعة على ما المستنبت يتعمل، يكون المنقوع ده اتنقع. ابدأ انقل المستنبت استخدمه، والمنقوع احطه في المصفى يحصل له استنبات، واقوم جاي حاطط حبوب جديدة تتنقع. يعني انا بشتغل كده. تمام. دايما عندي الحبوب الجديدة منقوعة، وحبوب تم نقعها 48 ساعة. تمام. ودخلت في مرحلة الاستنبات، وبعد كده دي حبوب عدى عليها 48 ساعة في الاستنبات. تمام. طبعا اهم حاجة نغير المياه باستمرار، نغسل الحبوب باستمرار، وتبقى الدنيا معانا نضيفة. حبينا نحط من الاضافات مفيش مشكلة، نحط الاضافات ونقدمها للطيور زي الفل. طيب، ده كان اول استفسار جالنا. الاستفسار اللي بعد كده ازاي نولف النتاية على الذكر، ده هيبقى في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنتكلم عنه، وازاي ان احنا نبدأ ان احنا نعمل تزاوج بين الازواج من جديد. وهنوريكم الازواج وهي يعني بيحصل تزاوج من اول ما ندخل النتاية على الذكر، طالما اشتغلنا صح مع الطيور. طيب، حبيبنا اللي كان سألنا عن الاكلات الداخلية والخارجية هنوضح معاه برضو. تمام. خليكم معايا. انا ما عدتش بستخدم الاكلات اللي هي البلاستيك. تمام. انا بستخدم الاكله اللي هي الفخار دي. فطبعا كده انا مش هينفع بقى استخدم الاكلات الخارجيه. يعني انت حتى لو عندك مطارات فيها اكلات خارجيه مش هيبقى ليها لازمه طالما انت استخدمت بديل الاكل اللي هو المنقوع والمستنبت. طيب، يبقى احنا كده لازم نستخدم الاكاله الداخليه، لان انا هقدم فيها البديل. تمام. تاني حاجه الاكاله تبقى فخار زي ما انتم شايفين كده، وتبقى طبعا مطليه. دي افضل حاجه انا استعملتها في الاكل، او في تقديم بديل الاكل اللي هو المستنبت والمنقوع، كل ده زي الفل. طيب، تحصين الطيور قبل وبعد الفأس من ضمن الاستفسارات اللي جات لنا. الطيور زي ما انتم شايفين صحتها زي الفل. انا نظام التغذيه اللي انا شغال بيه هو يعتبر تحصين. انا ما محتاجش احط اي ادويه لا قبل الفأس ولا بعد الفأس. انا كل اللي انا بعمله بستخدم نظام التغذيه اللي انا شرحته في الفيديو اللي قبل اللي فات، هو كافي جدا فيه كل اللي الطيور محتاجه، سواء محتاجه تحصين، سواء محتاجه مطهر معوي، مضاد تنفسي، كل ده هو موجود في التغذيه اللي انا بقدمها للطير. فان شاء الله لما الطير بيجي ينتج انا ما بحتاجش بقى تحصين. هو نظام التغذية اللي أنا شرحته، يا ريت بس نمشي عليه مع الاستمرارية عليه بإذن الله هنلاحظ الفرق الكبير في الطيور إن شاء الله. طيب، طبعا الزغاليل لو الأهالي ما أكلتهاش في أول يوم
ده بسبب ان انت مشغل الطيور. يعني انا خلاص انا دخلت شهر 7، المفروض ان انا ما شغلش الطيور في الفترة دي، لان الفترة دي بيبقى فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا. تمام. غير كده الطيور شغالة بقالها 3 أو 4 عشوش، فطبعا الطيور نفسها مرهقة، فلازم ان انت تبدأ تريح طيورك. حاول ان انت تساعد الاهالي بتقديم وجبات، تمام، طري ومستنبت ومنقوع باستمرار، عشان يبدأ يكون عندهم لبا ويبدأوا يأكلوا الزغاليل. تاني حاجة لازم الطيور ترتاح في شهر 7 و8 عشان يبقى موسم الإنتاج اللي جاي معاك إن شاء الله كويس. أنت لما بتشغل طيورك في شهر 7 وشهر 8 أنت بتدمر موسم الإنتاج الجديد كله، كده أنت بتضيع منك موسم الإنتاج. تمام. كبس البيض في فترة الصيف ده شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت، وقلنا إن أهم أسباب كبس البيض منها الحرارة، منها الرطوبة، دي من أهم الأسباب. تمام. وشرحنا كل الأسباب في الفيديو اللي فات. طبعا الكوكتيل هو بيبقى رخم شوية في شغله، محتاج فرش بياضة كويس، محتاج اهتمام في التغذية، محتاج إن أنت دايما تتابع طيورك. طيب، فتح العشوش وتغيير الإقفاص احنا قلنا خلاص. بالنسبة لفتح العشوش وتغيير الإقفاص هنبدأ إن احنا نريح طيورنا، ونبدأ إن احنا نطهر بياضاتنا بإذن الله. لما تيجي بقى تخش موسم الإنتاج الجديد، أنت دلوقتي مريح الطيور ومريح الذكور مثلا في مطار، ممكن ساعتها تدخل طيورك على الإقفاص الجديدة، أو على تغير بقى حجم الإقفاص اللي أنت عايزه من قفص صغير مثلا لقفص كبير. تبدأ ساعتها إن أنت تجهز المزرعة عندك وتحط الإقفاص الجديدة، وتبدأ إن أنت تدي كل ذكر باب، أو تدخل كل ذكر في عين، ويبقى ده القفص الجديد بتاعه اللي هيبدأ ينتج فيه في الموسم الجديد إن شاء الله. في أستاذة بتسألني عن الإضافات وخلطة التعفير، في فيديو كامل عن الإضافات. تمام. الإضافات مهمة جدا في التغذية. أنا شايف إن الإضافات من أنجح الحاجات اللي أنا اشتغلت بيها في نظام التغذية معايا. الحمد لله الإضافات أنا شرحها مرة واثنين وثلاثة، وبركز عليها في فيديوهات كتير لأهميتها. زي ما قلنا فيها مطهرات معوية، فيها مضادات تنفسية. دايما التغذية الصح إن شاء الله مش هتخليك تحتاج إن أنت تجيب دواء. طيب، مطهر معوي قلنا خلاص. قلنا انت معاك الوقت الحلوة المطحونة تشتغل معاك مطهر معوي، معاك الكمون ومعاك الكزبرة ومعاك الجنزبيل والقرفة والكركم. بس قلنا طبعا الجنزبيل والقرفة والكركم بنسب قليلة جدا جدا جدا. وانا كمان خلطة التعفير بتاعتي لما بعمل كزبرة والكمون والكركم والجنزبيل والقرفة، تمام، ببدأ ان انا احط عليهم ربع كيلو بقسماط مطحون، بحيث ان خلطة التعفير تبقى النسبة فيها بسيطة جدا. يعني هو الموضوع مش بالكترة يا جماعة. الكمون والكزبرة بنحط معلقة كبيرة، الكركم والقرفة والجنزبيل بنحط طرف معلقة صغيرة بس، سنة بسيطة. تمام. القرفة والحلبة المطحونة كويسة جدا 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 في البياضة ضد الحشرات. طيب، كده يبقى انت مش هتحتاج تجيب مطهرات معوية. لو ظهر عندك حالات مرضية انا ساعتها بشتغل بامريزول. امريزول مطهر معوي بشري كويس جدا. طبعا في ناس كتير بتكلمني عن الموت المفاجئ، وانا عملت فيديو عن الاجهاد الحراري، وده من ضمن الاستفسارات اللي جات لي. الاجهاد الحراري هو اهم اسباب الموت المفاجئ. دايما الطير قدامك بيبقى سليم. بصوا يا جماعة الطير واقف بينهج ازاي، ده طير بيقلش اهو، مش شايفين بتنفس من بقه ازاي؟ الجو حر، الجو على الطيور حر، فانت لازم. شايفين الانثى؟ تمام، عشان شغاله وبتاكل. شايفين الانثى واقفه بتنهج ازاي؟ ساعد طيورك بانك تبدا تريح طيورك. تمام. الاجهاد الحراري من اهم اسبابه ان انا كمان ببقى مشغل الطيور، يعني انا مشغلهم في درجه الحراره العاليه، فده بيأثر على الطيور اكتر وبيبقى مرهق جدا عليهم. فنريح الطيور، نبدا ان احنا نقدم احواض الاستحمام مرتين في الاسبوع، نبدأ إن إحنا نهتم بالتغذية كويس جدا عشان الطيور تقلش. التغذية مهمة جدا في فترة القرش اللي هو شهر 7 ولحد نص 8. الطيور بتطلع ريش جديد، والريش دوت بيسحب من التغذية اللي في جسم الطائر، فلازم إن أنا أبدأ أساعد الطائر إن هو يقلش صح ويطلع الريش الجديد مظبوط، وما يبقاش فيه نقص في العناصر الغذائية اللي بتحصل في جسمه. شايفين؟ يعني ده زوج، ولو أنا سبته ما شاء الله، شايفين؟ أو زوج بيجهز العش أهو. لو أنا سبته دلوقتي هيبيض،
لو انا سبت الزوج ده هيبيض، والذكر ده اول شغل يعني ما شاء الله. الذكر ده كمان اول شغل، لسه حاطه مع الانثى من يومين بالظبط. تمام. كنت بس على ما برتب المزرعه وكده، وما شاء الله خدوا بعض، والانثى خلاص بتجهز العش. فمش دايما ان احنا نشغل الطيور بيبقى صح، مع ان الطيور ممكن تشتغل وممكن تنتج ما شاء الله والطيور متغذيه. بس دايما مش بيبقى ان انا اشغل الطيور في الفتره دي صح، لا بيبقى دايما اختيار غلط. وما يستحسنش ان انت تشغل الطيور في شهر 7 و8. تمام. افضل حاجه ان انت تهتم بالتغذيه وتبدا ان انت تحصن طيورك، وهنتكلم عن ده في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا رب اكون قدرت اوضح لكم معظم الاستفسارات اللي جات لي. تمام. واي استفسار ابعتولي في تعليق، انا برد على كل التعليقات الحمد لله. والله انا كنت تعبان جدا، ومع ذلك اول ما حسيت ان انا اتحسنت شويه قمت وعملت الفيديو وما اتاخرتش على الناس اللي بتتابعني. وشكرا لكم جميعا على المشاهده. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنه، ومعايا فعلا بجد هتربي عصافير صح. اعذروني لو كان صوتي متغير شويه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.